قصتنا بتبدأ يا صديقي مع ولد صغير اسمه بيتر باركر، وهو بيلعب الاستغماية جوه بيتهم. وهو بيستخبى دخل من غير قصد المكتب أبوه. أول ما دخل لاحظ إن في حاجة غريبة، الأوضة كلها مقلوبة كأن حد بيدور على حاجة. بيتر اتلخبط وخاف ونادى على أبوه. أبو ريتشارد باركر جري جوه على طول، هو عالم، ولما شاف حالة الأوضة فهم فورا إن في حد كان بيحاول يلاقي وثائقه السرية. ريتشارد بسرعة فحص الخزانة المستخبية وهو بيتأكد إن الملف لسه موجود، ولحسن الحظ كان موجود، بس ده خلى الموضوع أسوأ. أدرك إن اللي جه يدور عليه هيرجع أكيد، ولما حس ان المكان بقى مش امن اتخذ قرار مفاجئ. اخد بيتر وزوجته ومشوا على طول، ونزلوا بيتر عند عمه بن وعمته ماي. هناك ريتشارد قال لبيتر انه هيفضل معاهم ايام، وعدوا انه هيرجع له قريب. بيتر اتوسل يمشي مع ابوه، بس ريتشارد رفض. وبعد لحظات بيتر شاف اهله بيمشوا وهو عاجز يعمل حاجه من غير ما يعرف ان دي اخر مره هيشوفهم. سنين عدت وبيتر بقى طالب في المدرسه الثانويه، ولد هادي وذكي بيحب العلوم وعنده شغف بالتصوير، بس طبيعته الخجوله بتخليه هدف سهل للتنمر، خصوصا من واحد اسمه فلاش اللي بيتعرض له باستمرار. وفي يوم بيتر بيصور بره لاحظ فلاش بيتنمر على طالب تاني، حس بانه غلط واتدخل وقال لفلاش يوقف، بس بدل ما يوقف فلاش سخر منه وطلب منه ياخد له صوره. لما بيتر رفض فلاش اتغاظ وبدا يضربه. وفي تلك اللحظه يا صديقي بنت اسمها جوين ستيسي اتدخلت ووقفت الشجار، قالت لفلاش يبعد، وفكرت الكل ان الحصه على وشك تبدا. بعدين جون كلمت بيتر وقالت له ان اللي عمله كان شجاع، بس في حاجه من التهور. لما بيتر رجع البيت عمته بيلاحظ الجروح وسالته ايه اللي حصل. بيتر كذب عليها وقال لها وقع وهو بيلعب سكيت بورد. بعدين عمه بن اخد بيتر للبدروم يساعده يصلح فريزر متعطل، وهو بيساعده بيتر لقى شنطه قديمه كان فاكرها من صغره كانت بتاعت ابوه، وعشان فضولي خد الشنطه لفوق وبدا يفتش فيها. شوفت الشنطه جابت له ذكريات مؤلمه، خصوصا انه بيعتقد ان اهله ماتوا في حادثه طياره. عمه بن شرح له ان ريتشارد طلب منه يحافظ على الشنطه، وحتى حكى له قصه صغيره ازاي ريتشارد اشترى الشنطه دي من محل ملكه ام بيتر، وده المكان اللي الاتنين اتقابلوا فيه اول مره. بيتر حس انه مفيش حاجه مميزه في الشنطه، بس في حاجه مش عارف يشرحها، لسه مش تمام. عمته مي قالت له ان ابوه كان راجل كتوم جدا، ما كانش بيشارك اي حد كل حاجه حتى اقرب الناس ليه. وهو لسه بيفتش في الشنطه لقى صوره قديمه لابوه وهو واقف جنب راجل تاني. لما سال عنه عم بن قال له ان اسمه كيرتو كونوروز الشريك السابق لابوه، واعترف انه مش عارف اكتر من كده. وفي الليله دي بكل واحده في اوضته بيتر بيفحص كل حاجه جوه الشنطه بعنايه، لقى نضاره ابوه ولبسها وهو بيفتكر اخر كلمات ابوه قبل ما يمشي. وهو لسه بيفتش اكتشف حاجه مستخبيه، درج سري جواه كان نفس الملف الغامض اللي ابوه حماه من سنين. لما بيتر فتحه لقى معادله معقده عليها اسم معدل الاضمحلال، مش فاهمها كلها بس حاسس انها مهمه. في تلك اللحظه عمه بن خبط الباب، فبيتر خبى الملف بسرعه. بين دخل وابتسم وقال انه بالنضاره شبه ابوه تماما، وفكروا بهدوء انه بيفهم ازاي الواحد بينشأ من غير ابوه وامه. وقبل ما يمشي قال له حاجه اخيره، ان كيرت كونوروز وابوه كانوا قريبين جدا، بس بعد ما ريتشارد اختفى كونوروز ما تواصلش تاني ابدا، وده كان دايما يبدو غريب. ومع عمق اللغز ده رحله بيتر على وشك انها تبدا. بيتر حس ان كل ده غريب جدا، فبدا يحفر في الماضي ويحاول يعرف اكتر عن ابو ريتشارد باركر والدكتور كيرت كونوروز. بعد شويه بحث اكتشف ان الاتنين كانوا شغالين على مشروع ثوري، هدفهم كان دمج الحمض النووي لانواع مختلفه عشان يخلقوا عالم ممكن فيه ازاله عيوب الانسان. بس بعد موت ريتشارد باركر الحلم ده فضل ناقص. في نفس الوقت كيرت كونوروز لسه مكمل نفس البحث ده في شركه اوسكورب. بيتر قرر يكشف الحقيقه ومشي لاوسكورب. دخل وهو متخفي وهو مستخبي وسط مجموعه طلاب جامعه، وهو بيتجول فجاه اكتشف حاجه صادمه. جوين ستيسي بتشتغل هناك فعلا كمساعده للدكتور كونوروز. عشان ما يتقفش بيتر حاول يبعد عن نظرها، وجوين بتقود المجموعه للامام. بيتر من غير قصد اصطدم براجل اسمه راجيت راسا وخلاه يوقع ملفاته. لما بيتر ساعده يلمها لاحظ رمز مألوف نفس اللي في الملف السري لابوه، وبيتر بفضوله مشى وراه وهو مستخبي. راجيت دخل مختبر محظور لتطوير الكابلات الحيويه، كلم حد بسرعه وبعدين مشي. بيتر استغل الفرصه ودخل المختبر. هناك شاف حاجه مذهله، ماكينات بتنتج حرير العنكبوت المهندس حيويا. لما مد ايده ولمس واحده من الخيوط النظام اتقفل فجاه، وعشرات العناكب المعدله وراثيا بدات تتسلق عليه. بيتر اتصدم من الرعب وبسرعه نفضهم وهرب. في نفس الوقت الدكتور كونروز كان بيكلم راجيت راسا، شرح له انهم لسه ما حلوش معدل الاضمحلال اللي بتمنعهم من دمج التراكيب الجينيه بنجاح. راجيت ضغط عليه وقال له انهم ما عندهمش وقت كتير لان نورمان مؤسس اوسكورب بيموت. الخبر ده حط كونروز تحت ضغط مرعب، وبيتر بيحاول يخرج من المبنى. جويل لحظته والاتنين اتكلموا بسرعه، بس فجاه واحده من العناكب المعدله لدغت بيتر. الالم ضربه على طول، في حرق واضطراب. بيتر رجع البيت، وفي الاتوبيس مجموعه ناس بدات تزعجه، بس في حاجه غريبه بدات تحصل. لدغه العنكبوت بتغيره، قوته زادت بسرعه وردود افعاله اتحسنت، وبدون ما يحس رد عليهم بقوه مذهله. بيتر اترعب واتلخبط وجري للبيت، وحتى هناك تصرفاته بقت غريبه. عمه وعمته لاحظوا ان في حاجه غلط. بيتر اخد اكل من الثلاجه وجري لاوضته، وهناك شاف العنكبوت الميت على رقبته نفس اللي لدغه. في تلك اللحظه بيتر ادرك ان ده هو السبب في كل حاجه. في الصبح اللي بعده التغيرات زادت اكتر. بيتر بدا يكسر حاجات بمجرد ما بيلمسها. لما راح الحمام حتى الحنفيه اتكسرت في ايده. دخل في حاله ذعر، بعدين لاحظ حاجه اغرب، قدر يسمع اصغر الحركات، حتى المخلوقات
الاخوات الصغيره حواليه، ايده ورجله بدات تلزق في الاسطح وبقى يقدر يتسلق الحيطان وهو بيحاول يفهم إيه اللي بيحصل. بيتر راجع ملف ابوه ودرس معدل الاضمحلال، قرا كمان كتاب ابحاث الدكتور كونروز بيربط الاحداث مع بعض، وفي الاخر قرر يقابل كونروز بنفسه. زار بيته وبس كونروز اندهش وقال له ده مش مكتبه، ده بيته. بيتر كشف الحقيقه، هو ابن ريتشارد باركر. الخبر ده صدم كونروز اللي دعا للدخول فورا. بيتر قال له انه قرا اعماله ومعجب بيه. كونروز شرح ازاي ابحاثهم كانت بتتسخر منها في الاول، الناس كانوا بيسموهم علماء مجانين لانهم بيحاولوا يدمجوا انواع، بس كل حاجه اتغيرت لما ريتشارد خلق العناكب المعدله دي. نتائجهم كانت ثوريه وكانت ممكن تغير ملايين الارواح، حتى حياه كونروز نفسه. بس بعد الموت المفاجئ لريتشارد كل حاجه انهارت. بيتر بعدين سال سؤال اعمق، لو اندمج نوعين بقد ايه الحمض النووي الغريب ممكن يسيطر على جسم الانسان، وايه الاثار الجانبيه الممكنه؟ كونروز اعترف ان مش ممكن توقعه، كل حيوان تجربه مات، والمشكله الاكبر دايما كانت القطعه الناقصه. معدل الاضمحلال. في تلك اللحظه بيتر كتب المعادله الصحيحه على ورقه جنبه. كونروز اتصدم، ساله ازاي فهمها. بيتر ببساطه رد، حسبتها في دماغي. ولما ادرك كونروز عبقريه بيتر عرض عليه يشتغلوا مع بعض وساله لو عايز يجي للمختبر بعد الجامعه كل يوم. بيتر وافق من غير ما يعرف ان القرار ده هيغير حياته للابد. وفي تلك الليله يا صديقي الدكتور كيرت كونروز درس المعادله المكتمله وغرق في الحماس. بالنسبه له ده مش علم بس، ده امل. بصر دراعه الناقص وادرك ان الاكتشاف ده ممكن يساعده اخيرا يعيدها. في اليوم اللي بعد كده في المدرسه فلاش كان من جديد بيتنمر على طالب تاني. المره دي بيتر اتدخل، بس بدل الخوف في حاجه اختلفت. اخد كرة سله فلاش وتحداه وقال له لو عايزها تعالى خدها. فلاش حاول ياخدها بس سرعه بيتر وردود افعاله على مستوى تاني دلوقتي، بيحرك الكرة بسرعه قبل ما فلاش يقدر يلمسها. الفصل كله بدا يضحك وبيتر بيذله بسهوله. لما فلاش حاول تاني بيتر لزق الكرة في ايده بالقوه الجديده. فلاش اتغاظ وهجم عليه، بس بيتر نط في الهواء عالي وسجل الكرة في الحلقه وكسرها خالص. التصرف ده وقع بيتر في مشكله وتعاقب. عمه بين استدعى للمدرسه وكان واضح انه زعلان، وفي الطريق للبيت بين وبخ بيتر وساله لو اذلال حد خلاه يحس باحسن. بيتر دافع عن نفسه وقال له ان فلاش يستاهل لانه بيتنمر دايما على الناس، بس عمه بين فكره ان افعاله لها عواقب وان هو نفسه اضطر يغير شيفت شغله بسبب اللي حصل، وقال له لانه هيبقى شغال لوقت متاخر. بيتر لازم يجيب عمته مي بالليل. بعدين جون قربت من بيتر وسالت عليه، قال لها انها مجرد عقوبه مش حاجه خطيره. والاتنين قضوا لحظه هاديه مع بعض. بعد المدرسه بيتر بدا يجرب قواه في البيت، بيختبر قوته ورشاقته وقدرته على تسلق الحيطان. للمره الاولى حس بثقه وحتى بسعاده. بعدها بيتر زار مختبر الدكتور كونروز شرح له ازاي السحالة عندها القدره على تحديد الاطراف المفقوده وازاي الحمض النووي بتاعها ممكن يستخدم لشفاء اصابات الانسان. طلب من بيتر يدخل معدل الاضمحلال في النظام. اول ما بيتر عمل ده شافوا حاجه لا يمكن انها تتصدق. في المختبر بدا يعيد تكوين رجله الناقصه في الوقت الحقيقي. كونروز انبهر للمره الاولى، تجربتهم نجحت. شكر بيتر وهو عارف ان الاكتشاف ده ممكن يغير كل حاجه. بس لما بيتر رجع البيت الامور اتعقدت. عمه بين كان زعلان لان بيتر ما جابش عمته مي زي ما وعد، قال له يعتذر، وبرغم ان عمته مي سامحته. بين كمل الكلام وفكروا ان ابوه كان بيؤمن بالمسؤوليه، ان لو عندك القدره تساعد الناس ده واجبك. بيتر لسه متأثر وانفجر وقال له انه سهل تتكلم عن المسؤولية، بس ابوه المفروض كان يفضل ويعلمه الحاجات دي بنفسه. وهو مجروح وزعلان بيتر خرج من البيت بعنف. عمه بين بيكون قلقان عليه وخرج يدور عليه بنفسه. في نفس الوقت بيتر واقف عند محل بياع صغير بيشتري حاجة يشربها، بس ما كانش معاه فلوس كافية. البياع بوقاحة رفضه وقال له يمشي. في تلك اللحظة حرامي دخل المحل واسقط كل حاجة، والبياع وهو منشغل بيه الحرامي اخذ الفلوس من الدرج وجري. بيتر شاف كل ده بس ما عملش حاجة. البياع جري بره وقال لبيتر يوقف الحرامي، بس بيتر بدم بارد رد مش مشكلتي، وبعدين مشي. وبعد لحظات فوضى حصلت. الحرامي جري في الشارع بس اتزحلق ووقع مسدسه. عمو بين وصل للمكان وحاول يوقفه، بس في لحظه مفاجاه المسدس ضرب. صوت الطلقه رن. بيتر سمع وجري ناحيه الصوت ولقى عمو بين مرمي على الارض. الوقت كانه وقف. بيتر وقع على ركبته وهو شايل عمه في صدمه وحزن غامرين. وفي تلك اللحظه كل حاجه اتغيرت. بعد موت عمو بين عمته مين انهارت من الحزن. البوليس بدا يحقق وعمل صوره غير مشتبه فيه، على ان ملصقات هتتوزع في المدينه عشان يلاقوا القاتل. بيتر اخد واحده من الملصقات وده بتقال له تفصيله مهمه. المشتبه فيه عنده وشم على شكل نجم على ايده الشمال. بيتر انهار لانه دلوقتي فقد ابوه وامه وكمان عمه. في الليله دي بعد ما اتاكد ان عمته مي نامت خرج بهدوء من البيت وهو عازم يلاقي الراجل المسؤول. بعد شويه لاحظ حد شبه القاتل وهجم عليه بغضب، بس الامور انفلتت بسرعه لما اصحاب الراجل اتدخلوا وبداوا يطاردوا بيتر.
باستخدام القوه الجديده بيتر هرب وطلع فوق سطح. هناك لقى نفس الراجل تاني وعلقه من الرجل في السطح، بس لما بيتر فحص ايده الشمال مفيش وشم نجمه. ادرك انه وصل للراجل الغلط، فشد الراجل لفوق وسابه ومشي. وهو بيمشي وقع فجاه في حلبة مصارعه، بس في عصابه حذروه من المجرمين اللي شافوا وشه، والمره الجايه مش هيكون محظوظ. وهو بيبص حواليه بيتر لاحظ قناع مرمي جنبه. في تلك اللحظه نورت فكره في دماغه، رجع البيت وخط التصميم وعمل قناع خاص بايده. بعدها بفتره شاف تقرير في الاخبار عن كابلات عنكبوت مهندسه حيويا من سكورب قادره تشد طياره كامله، وده كان مصدر الهامه يبني اجهزه رمي شباك. بعد تجارب كتير نجح في الاخر، صمم بدله كامله تناسب القناع، وكده بيتر باركر بقى سبايدر مان. في نفس الليله دي وقف حرامي عربيات باستخدام قوته الجديده، لعب معاه شويه واختبر قدراته، بس لما فحص ايد الحرامي مفيش وشم تاني. في تلك اللحظه البوليس وصل، اساءوا فهم الموقف وبداوا يضربوا النار على سبايدر مان. بيتر بسرعه شد سلاح الضابط وهرب، وقوه البوليس كلها بدات تلاحقه، بس بالرغم من محاولاتهم ما قدروش يمسكوه. لما بيتر رجع البيت عمته مي شافت الجروح على وشه وقلت عليه، سالته كان فين وايه اللي بيعمله، بس بيتر سكت. هي بهدوء قالت له حاجه مهمه، لو عايز تحافظ على السر الموضوع دايما معاه تكلفه، في حد دايما بيدفعها، اما انت او حد بتحبه. الكلمات دي فضلت في دماغ بيتر وهو ماشي لاوضته. في نفس الوقت الدكتور كونروز اخبر جريت راسا ان المعادله شغاله اخيرا، الفار نجح يعيد تكوين رجله، بس راسا ضغط عليه اكتر وطلب بتجارب على البشر فورا. كونروز رفض وقال له ان البحث مش جاهز لسه. راسا اقترح التجربه على ناس من غير موافقتهم، يبداوا بمرضى المستشفيات. كونروز اندهش ورفض بحزم. راسا بعدين فكروا ان ريتشارد باركر قال نفس الكلام في وقته وحذره يفتكر ايه اللي حصل له. لما كونروز رفض برضه، راسا طرده وامره يغادر سكورب الصبح، وكده دمر اماله في اعاده دراعه. بنرجع لبيتر الحياه ماشيه وهو في طريقه من الجامعه. جوين اقتربت منه ودعته على العشاء، كان واضح انها بتحبه. كونروز في يأس وانهيار بص لدراعه الناقصه، من غير اي خيار تاني اتخذ قرار خطير، حقن نفسه بالمعادله. على طول الالم كان لا يطاق وجسمه بدا يتغير. في نفس الوقت بيتر اتسلل لبيت جوين من الشباك وجاب لها ورد، بس الورد كان بايظ فخبى بالطريقه. في تلك اللحظه ابوها الكابتن جورج سيتي ضابط بوليس دخل. بيتر عرف نفسه بعصبيه. في نفس اللحظه دي كونروز لاحظ حاجه لا تصدق، دراعه الناقص رجعت بالكامل. حماس مفرط اتصل برجيت راسا، بس اكتشف انه في طريق للمستشفى تاني. كونروز جري يوقفه، بس الاثار الجانبيه للمعادله بدات تسيطر عليه. وبعد العشاء بيتر خرج مع جوين بيحاول يكلمها، عايز يقول لها الحقيقه انه سبايدر مان، بس ما قدرش يقول لها. تصرفاته بدات غريبه لجوين وبدات تمشي. وفي تلك اللحظه بيتر من غير تفكير استخدم شبكه يوقفها، وهنا جوين ادركت الحقيقه، بيتر هو سبايدر مان. في نفس الوقت الدكتور كونروز اتحول بالكامل لمخلوق سحليه ضخمه، كان على كوبري بيدور باستماته على رجيت راسا، الراجل اللي بيرمي عليه اللوم في كل اللي حصل له. وهو في قمه غضبه كونروز بدا يرمي السيارات من على الكوبري. بيتر وصل في الوقت المناسب واستخدم شبكه يوقف السيارات الواقعه وينقذ ارواح كتير. وكونروز في الاخر لقى راسا وهجم عربيته ورماها من الكوبري، بس بيتر انقذه من جديد. لما المعادله بدات تنهي مفعولها كونروز ضعف وبيتر حاول يمسكه، بس بيتر لاحظ حاجه تانية، طفل محاصر جوه عربيه متعلقه. من غير تردد جري ينقذ الولد ورجعه لابوه بامان. الاب في امتنان وانفعال سال بيتر مين هو، فبيتر رد ببساطه انا سبايدر مان. بعدين بيتر رجع البيت وكونروز رجع لشكله البشري الطبيعي. لما بيتر زار مختبر كونروز لقاه فاضي تماما ما عدا حقنه واحده من المعادله. في تلك اللحظه كونروز ظهر وقال له نأجل الفريق كل اسبوع لانه هيبدا مشروع جديد. مشي وهو بيتصرف بشك، وبيتر ماشي لاحظ حاجه صادمه، الفار اللي جربوا عليه اتحول بالكامل لسحليه. وفي تلك اللحظه بيتر ادرك الحقيقه، المعادله غير مستقره وكونروز بقى حاجه خطيره. وفي طريقه للرجوع بيتر لاحظ عشرات السحالي بتسحب في الصرف الصحي في اتجاه واحد، مشي وراهم تحت الارض وانتظر. في نفس الوقت كونروز كان بيحضر مختبر سري في المجاري وحقن نفسه من جديد وتحول للسحليه تاني. ومعركه شرسه يا صديقي بدات بين سبايدر مان والسحليه. كونروز كان اقوى بكتير، بيتغلب على بيتر بسهوله وبيصيبه بجروح شديده. الاثنين وقعوا في الميه واتحصروا بالشبك من عند بيتر. من غير اي خيار بيتر هرب من انبوبه ضيقه، وكونروز في طريقه للرجوع لقى كاميرا بيتر عليها اسمه بيتر باركر. في تلك اللحظه ادرك الهويه الحقيقيه لسبايدر مان. بيتر مصاب بشده ومشي البيت جوين، لما شافته مجروح جوين انهارت وعالجت جروحه. بعدين الاثنين قضوا لحظه هاديه مع بعض وبقوا اقرب. في نفس الوقت كونروز دلوقتي رجع لشكله البشري، اتخذ قرار مرعب هيقبل تحوله بالكامل ويحول كل انسان لسحليه، معتقد ان ده هيزيل كل الضعف من العالم. مشي لمدرسه بيتر عشان يلاقيه، فوضى اندلعت والطلاب بدأ يجروا في الرعب. كونروز هاجم بيتر وحاول يقتله. في وسط الفوضى بيتر لاحظ شنطته جواها البدله، بسرعه مسكها وغير واجهه كونروز كسبايدر مان من جديد. معركتهم اشتدت وبيتر قدر يحاصر كونروز بالشبكه بتاعته، بس ما طولش عليه كونروز فك نفسه والمعركه كملت. وفي الاخر بيتر اترمى على جنب، ولما قام كونروز كان مشي. بيتر مشي وراه في الانفاق، وهناك اتصل بجوين وقال لها تمشي لاسكورب وتصنع ترياق. جوين مشيت فورا. في نفس الوقت بيتر اكتشف الخطه الكامله لكونروز، عايز يستخدم جهاز توزيع ضخم فوق سكورب يحول المعادله لغزو وينشرها في المدينه كلها ويحول الجميع لسحالي. لما ادرك الخطر بيتر حاول يتصل بجوين تاني بس ما ردتش. مع نفاذ الوقت سبايدر مان اندفع ناحيه سكورب يوقفه. في نفس الوقت الكابتن ستيسي امر قواته كلها تمسك سبايدر مان، وفي
وفي نفس الوقت برضه يستعدوا يوقفوا السحلية. وكونروز في طريقه لسكورب ضباط البوليس حاولوا يوقفوه، بس كونروز هاجمهم بغازه الكيميائي، واحد ورا التاني الضباط بدأوا يتحولوا لمخلوقات شبه السحالي. في نفس الوقت بيتر في طريقه لسكورب، بس الكابتن ستيسي وفريقه قطعوا طريقه. بيتر قاوم بس ستيسي وجه له مسدسه، وفي تلك اللحظة بيتر شال قناعه وكشف هويته. ستيسي اندهش، بيتر شرح له بسرعة ان الدكتور كونروز رايح لسكورب ويكون في خطر، اصر ان هو الوحيد اللي يقدر ينقذها. ستيسي كان متردد، بس قبل ما بيتر يمشي ضابط لقاه وضرب رصاصة اصابت بيتر في رجله، وهو مصاب بس عازم يكمل طريقه. وفي سكورب اول ما جون خلصت من تحضير الترياق، الدكتور كونروز ظهر ياخد جهاز التوزيع. جوين حاولت توقفه، بس كونروز اتجاهلها ومشي بالجهاز. دلوقتي كل حاجة في خطر. الاخبار انتشرت في المدينة ان سبايدر مان مصاب وممكن ما يوصلش لسكورب في الوقت المناسب. الراجل اللي بيقدر انقذ ابنه شاف الاخبار على التلفزيون، عايز رد الجميل جمع زملاء شغله وحولوا كل الاوناش في المدينة وصفوهم زي طريق في السماء. بيتر شاف الدعم الرائع وزق نفسه للامام وهو بيتمرجح على الاوناش ناحية سكورب. راجعين له سكورب، جوين بتستعد تروح تساعد سبايدر مان، بس ابوها وصل ووقفها وقال لها ترجع البيت. جوين رفضت، بس سيسي كشف انه عارف ان بيتر هو سبايدر مان، اخد منها الترياق ووعدها يساعده. جوه سكورب الدكتور كونروز شغل الجهاز وبدا ينشر المصل في الهواء. بيتر وصل في الاخر ومعركه شرسه بدات. كونروز اتغلب على بيتر ودمر جهاز الشبكه بتاعته وكاد يقتله. في الوقت المناسب الكابتن ستيسي انضم للمعركه، الاتنين مع بعض واجهوا كونروز. ستيسي ادى بيتر الترياق وقال له يخلصها وهو هيمسك كونروز. بيتر طلع البرج وتحت كونروز اتعافى واصاب ستيسي بجروح قاتله. بعدين جرى وقف بيتر بس جه متاخر. بيتر غير المصل بالترياق والجهاز نشره في المدينه كلها. الترياق انتشر في الهواء وعكس التحول. كونروز رجع انسان من جديد. بيتر جري تاني للكابتن ستيسي، بس الراجل كان مصاب بشده. وفي اخر انفاسه ستيسي قال لبيتر كنت غلطان فيك، وقال له ان المدينه دي محتاجاك، واداله قناع وطلب منه وعد واحد يبعد عن جوين عشان يحافظ على سلامتها. بيتر بقلب مكسور وافق، والكابتن ستيسي مات. وكونروز اتاخد بعدين في الحضانه. وفي جنازه ستيسي بيتر اتفرج من بعيد. جوين حست بيه بس هو فضل مستخبي. بعدين جوين راحت لبيت بيتر، بس بيتر قال لها انهم ما ينفعش يبقوا مع بعض. جوين فهمت الحقيقه. بيتر بيوفوا بعض لابوها وبعدين مشت والاتنين بطلوا يتكلموا، بس في الاعماق بيتر عارف انه مش هيقدر يبعد عنها للابد. بعدين قابل جوين من جديد وقال لها بهدوء في وعود بتتكسر. الاتنين ارتبطوا من جديد، ودلوقتي بيتر بيبقى المصروف بالكامل وبيبقى سبايدر مان بيحمي المدينه من الخطر. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.